أرواحو يا البنات نديرو مع بعضنا أسهل وصفة خبز تورتيلا ولا خبز تاكوس. خبز لي ساندويتش تقدري تخبيه في المجمد، ناجح 100%، صنع منزلي ويقطع لك كمية كبيرة بمقادير مضبوطة وناجح من أول تجربة. بالنسبة للمبتدئات واللي مالفين يديروه يشاركوا معايا في التعليق الطريقة ولا الوصفة، اسكو الوصفة هذه مالفة ديروها ولا ديروا واحدة أخرى ولا. هنا جبت الريسيبيون تاعي حطيت فيها 3 كيسان فرينة، الكاس مش محتم، أي كاس حبيتي كيلي بيه. هذه هي. ودرت معاها 3 مغارف تاع زيت، مغرف تاع سكر، باكي تاع خميرة كيميائية. هنا ما نستخدموش نهائيا الخميرة تاع الخبز أو تاع الكسرة. زدت معاه كما قلت لك مغرف سكر والملح بالطبع والليم، كل شيء بالحليب الدافي. إذا أول مرة تشاهدي القناة، معاك مطبخ الأم العاملة، نشارك معاكم وصفات بسيطة سهلة مكوناتها موجودة في كل منزل. نشارك معاكم مثلا جدول وجبات أسبوعية بالنسبة للمرأة اللي تربي ولا المرأة العاملة. مهم أي حاجة إن شاء الله بسيطة تحوسي عليها وخفيفة ظريفة تلاقيها إن شاء الله هنا في القناة تاعنا. كما راكم تشوفوا راني قاعدة نلم فيه هنا بيدي نلم فيه، ومن بعد لازم نعجنو. لا تستخدمي بيترا لا حتى حاجه، نلمو بالطريقه هذه حتى نتحصل تشوفوا معايا القوام يا حبيباتي. والسر هنا فيه عنده واحد سر صغير بركه، اذا التزمتوا بالوصفه كما نقولوا احنا بحذافيرها راح ينجح لكم ويجيكم يهبل. هنا حطيته فوق البلون دو ترافاي وبقيت هكذا نعجن فيه حتى تولي هذيك العجينه ما عادش تتلاصق وتولي عجينة ملسة. نغطيها ميم با 10 دقائق، من بعد نروحو نلوزوها ونطيبوها ديريكت. هذا هو السر تاعها باش يجيكم الخبز ناجح من أول مرة. كيما راكو تشوفوا يا حبيباتي، جبت الطرشونه تاعي لوزتهم كامل. احسبوا معايا ما على باليش شحال طاحت لي من حبه. بعد نجيب الفرينه هكذا ونبقى نحل فيهم. دوك تشوفوا معايا السمك لازم يكون رقيق خلاص. ما تخافوش منه، بعد راح يجي عادي يعني مش محتم تخليه، مش راح تصرالو حتى حاجه كيما نقولوا. لازم ترقيه. الطاجين تاعي راهو يسخن يا حبيباتي، راح تحطيته باش يطيب. كي نطيبو يا حبيباتي ثم بعد كي هو يبدا يدير هذوك كيما شفتوا معايا هكا نبابل هذوما، نحكم يا البنات نقلبو على الوجه، نبقى نقلبن وجهها طيبيها بيان وجهها خليها نص طياب. اللي طيبه بيان ديريها من الداخل، واللي طيبه نص طياب بعديكا كي تعاودي تحمريها في الطاجين ولا في البانينوز ولا راح تجيك سهله مهله وتجيك بنينه. فهمتوني يا غالياتي؟ هذه هي الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم إن شاء الله. تقدري كيما نقولوا ديريه في ويكاند وتخبيه، جيتي محصورة ولا روحتي من الخدمة ولا ما جيتي باش طيبي تجبديه هكذا وديري به دي ساندويتش. حنشارك معاكم إن شاء الله واش طيبت به في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. مشاهدة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.